الفيديو ده يا جماعة لا معمول مهاجمة لحد ولا قصدنا بإساءة لحد. أيام ما كنت بشتغل مراسلة يعني كان في 2006 2007 كان حصل حاجات شبه اللي بتحصل دلوقتي اللي هي الهوجة الكبيرة على أنظمة غذائية معينة. كان وقتها في رجيم طلع اسمه رجيم الكيمائي، وده اتحذر منه كتير قوي وقال ان هو بيأثر على الكتلة العضلية. وكان في رجيم اسمه رجيم فاصلة الدم، ده انا كنت عامل عنه تقرير، وفعلا رحت للدكتور واتكلمت معاه. والفكرة كانت ان كل واحد ليه فصيلة دم معينة، فصيلة الدم دي عايزة اكل معين، لو كل اكل غيره هيتخن. وليا قريبة بالفعل مشيت على النظام ده وخست، بس ما استمرتش عليه. بس هل الدكتور وقتها قال لها بطلي الدواء؟ ابدا، فضلت تاخد الدواء بتاعها. حضرتك لو سليم وصحتك كويسة براحتك، جرب اللي عايز تجربه. عندك شوية وجع في القولون مثلا، شوف الأكل اللي يناسبك، واللي ما يناسبكش ما تاكلوش، دي حاجة ترجع لك. لكن مريض بلاش إن أنت تتطوع وتخلي مريض يبطل ياخد الدواء بتاعه. أنا من ساعة ما الموضوع ده بدأ فعلا اللي لفت نظري فيه حاجتين: المرضى اللي بطلوا إن هم ياخدوا الدواء وماتوا وبيطلعوا يتكلموا أهاليهم بيطلعوا يحكوا، والناس اللي كانت مؤيدة جدا للنظام ده وكانت بتقول إنه بيفكرهم بحديث مصطفى محمود، الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود. مع ان انا كنت بتفرج على الدكتور مصطفى محمود، وكنت اللي انا فاكره منه ان هو كان بيطلع النظريه العلميه ويعمل لها ربط بايه القران. يعني كان بيبقى في نظريه علميه موجوده. تاني حاجه يعني حته ان في حرب كانت على النظام ده، الحرب منين؟ يعني انا يعني تبقى مبلوعه لو الحرب اللي تقصدوها مثلا حرب من ادويه التخسيس او عمليات التخسيس، لكن حرب من ادويه السكر وضغط. طول عمري اللي اعرفه ان الدواء عباره عن وقايه من المرض، لكن بمجرد ما المرض جه لا لازم الدواء. فببساطه من غير عصبيه، ما حدش يا جماعه يشجع لو سمحت مريض ان هو ما ياخدش الدواء بتاعه. شكرا.